اهلا بحضراتكم حلقه جديده فنجان قهوه. زي ما عودنا حضراتكم القيم الجميله المحترمه في مجتمعنا هم اللي بيكونوا دايما ضيوفنا على فنجان قهوه. النهارده انا معايا قيمه محترمه من هذه القيم هنعرفها مباشره بعد الفاصل. الشاعر الكبير احمد مرسي عضو عامل باتحاد كتاب جمهوريه مصر العربيه ورئيس مهرجان طفوله فوق العاده، شارك في المشهد الثقافي المصري بالعديد من الصالونات والمنتديات الثقافية الأدبية. تم تكريمه بدار الأوبرا المصرية عام 2022 بأمسية نوارس الشوق. صدر له 11 ديوان، 7 منها باللغة العربية الفصحى من الشعر العمودي الخليلي والشعر الحر واللي هو شعر التفعيلة، و4 باللهجات العامية المصرية على النحو التالي: دواوين الفصحى كانت بلابل أطلقها الحنين، تيه دلالا، عطاء السماء في معاني الأسماء عن أسماء الله الحسنى، نوارس الشرق، يا من كنت حبيبتي، روح وريحان في روضة العدنان، ومن العامية افتح صفحة جديدة، ومن غير سلام، وفين قلبي، وغيرها. أهلا بيك معانا، مشرفني ومنورني الحقيقة. اهلا بحضرتك استاذ احمد. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك الحقيقة، ويمكن من النادر لما يكون في عقلية بالروعة دي وفنان بالعمق ده زي سيادتك كشاعر عظيم مصري، بنفخر بيه كلنا الحقيقة. شرف لي ان اكون كضيف في برنامج حضرتك. أستاذ أحمد، بعد كام سنة شعر حضرتك بتبدع في الشعر؟ من كام سنة؟ هو الحقيقه يعني نظريا من وانا في تانية اعدادي، لكن عمليا بعد ما خرجت كعملي كمدير عام لاحد البنوك الكبرى في مصر يعني. عمري في الوسط الثقافي ليس كثيرا وليس كبيرا، ولكنه كان مركزا جدا يعني حتى ان انا كنت تم اختياري كعضو في احد اللجان في تابع للدوله بعد التقاعد، والحقيقه ما عرفتش اتوافق لان كنت فعلا يعني ما لم يبقى من العمر كثيرا حتى ان انا اكتب في موهبتي واكتب في ابداعي اللي انا بحبه واللي انا عشت طول العمر متحفز له ومنتظره. فالحقيقه تفرغت تماما لكل عمل الادبي والثقافي، وكان نتاج ذلك في خلال سنوات قصيرة جدا، حوالي 6 سنوات تقريبا أو 5 سنوات، إن أنا أصدرت هذا العدد. يعني السنة دي فقط أنا أصدرت 4 دواوين. 4 دواوين جديدة السنة دي يعني. 2 بالعامية و2 بالفصحى يعني. تمام، إنتاج غزير في فترة قصيرة. في فترة قصيرة جدا. وأنا يمكن خدت عضوية اتحاد الكتاب في سنة. كنت أصدرت 3 دواوين وخدت عضوية اتحاد الكتاب. يعني الفترة النظرية ان انا كان عندي موهبة وان انا ابتديت اكتب، بس كنت بركن اعمالي وما كنتش براجعها ولا حد من النقاد بيطلع عليها ولا الكلام ده. ولما اشتغلت في البنك فكانت حياتي مستغرقة تماما، وكان ده بيحزنني جدا. لكن لو قدر لي ان انا اعيد الزمن الى الوراء ما كنتش اهملت الموهبة الفترة الطويلة ديت يعني. لان انا لقيت نفسي شخص تاني خالص. يعني اختلف الامر في حياتي جدا، حياتي اختلفت تماما. فندمت على السنوات اللي انا ضيعتها، حتى لو كان عملي كان واخد معظم وقتي، بس الواحد فعلا لازم يدي لموهبته اكتر. وده اللي احنا بنعمله في الغرس دلوقتي يا احمد بيه بالنسبه للاطفال. برنامج المهرجان الدولي طفوله فوق العاده. لسه اسالك عنه فعلا حقيقي. ده يعني الاطفال ده ثروه قوميه في مصر، وهم دول جيل المستقبل وهم دول شباب المستقبل. ففعلا يعني مش قادر اقول لحضرتك احنا عملنا 5 نسخ، والسادسه ان شاء الله هتبقى يوم 10 فبراير القادم ان شاء الله. فبنعمل مؤتمر كبير ومهرجان كبير بنضم فيه مش اقل من 150 طفل، ما بين الشعر وما بين الغناء وما بين الانشاد الديني وما بين الرسم وما بين الموسيقى، يعني متنوع الحقيقه يعني. من خلال تجربه سيادتك انت حضرتك لما اشتغلت في البنك في العمل البنكي اهملت تماما موهبتك والشعر. نعم. انت هتنصحهم بايه؟ انهم يركزوا في العمل ولا الاثنين على التوازي؟ وهل طبيعه العمل ايا كان العمل اللي هم يشتغلوه ايه نعم. هتسمح بالعمل بالتوازي مع الموهبه بتاعته؟ هو الحقيقه الواحد اللي عنده موهبه مهما كان العمل المفروض ما تغنيهوش عن الموهبه الصراحه يعني. وده اللي احنا بنحاول نغرسه في نفوس الاطفال الصغار يعني. لان ازاي الواحد بيبدع في شيء او عنده شيء جميل بيلح عليه داخلي كل شويه ويتركه، لا ده هو يستفيد منه ويفيد المجتمع بيه.
فده هو ده الافضل. وبعدين بالعكس ده هو هيساعد في نجاحه، وده اللي انا ما ادركتوش، يعني ادركته مؤخرا. ازاي يا فندم؟ يعني انا ادركت مؤخرا ازاي. ده مش تشتيت للطفل او للفنان بوجه عام، لو كان شاعر او مطرب او غيره؟ يعني مش تشتيت؟ لا مش تشتيت خالص، لا ابدا. يعني يعني الانسان ما بيعملش 24 ساعه. فلازم يدي موهبته دي حقها. يعني ربنا اداله نعمه، الموهبه دي نعمه من الله وهبه من الله. فربنا سبحانه وتعالى اداله نعمه، فلازم النعمه دي لازم يستثمرها. في حياتنا فيها عمل وفي كفاح وفي مذاكره للطلبه والحاجات دي، لكن في وقت بيبقى فيه فراغ اشبع فيه بقى الموهبه بتاعتي. وعلى فكره اللي ناجح في موهبته تلاقيه ناجح ومتفوق برضه في دراسته على فكره يعني. فعلا ده ملاحظه فعلا. يعني عنده اشباع نفسي. اشباع نفسي فعلا. بيبقى هو مبسوط وفي سعاده وسعيد في حياته، فحاسس يعني. ان هو له قيمه في المجتمع، فعاوز فعلا يحس القيمه دي بانه ينجح في عمله او ناجح كطالب او متفوق. وده اللي انا لاحظته في مهرجان الطفوله، كلهم متفوقين، يعني حاجه غريبه سبحان الله. فربنا بيدي الموهبه دي، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى ان اداها لطفل معين او حاجه معينه، عارف ان دي تزيده لو اشتغل عليها. وهو ده الصح يعني. استاذ احمد، اول قصيده طلعت في حياتك واتنشرت واطلعوا عليها، وكانت هي اللي مثلت نقطه تحول في حياتك واديتك نوع من الاشباع والرغبه اكثر في الاستمرار والانتشار، فاكرها اول قصيده؟ انا فاكر اول قصيده انا كتبتها. وانا سجلتها في اول دواويني، اللي هو بلابل اطلقها الحنين، هي قصيده لا تعتذر. لا تعتذر. وكانت باللغه العربيه الفصحى. والحقيقه انا اتجهت بعدها ان انا كتبت شويه بالعاميه، فلكن النقاد لما شافوا لغتي اللي بالعاميه هم اللي نصحوني ان انا اكتب فصحى. وبعد كده الاطفال حولوني ان انا اكتب عاميه، يعني اجبروني ان انا اكتب عاميه. يعني انا السنه دي من دواويني اصدرت 2 للاطفال. ديوانين باللهجه العاميه للاطفال، وهم الحقيقه يعني هم اللي كانوا بيطلبوا القصائد. يعني في حد يقول لي اكتب عن الاخ الكبير ما عندناش، اكتب عن الام، اكتب عن براءة الاطفال، اكتب عن المدرسة، اكتب عن المعلم. يعني هم اللي وجهوني ان انا اكتب الموضوعات اللي انا اكتب فيها، فانا سعيد جدا بالتجربة دي حقيقي. يعني انا عاوز اسمع حاجتين، اول قصيدة او جزء من اول قصيدة وجزء من اخر قصيدة تم نشرها او حضرتك خرجت من مخيلتك ويشاركك فيها شيطان الشعر زي ما بيقولوا. يعني عاوز اقول لحضرتك ان اول قصيده هي تم غنائها من الملحن الكبير ابراهيم نصير، ودي كانت مرشحه للمطربه اسماء الجمل واتلحنت فعلا لها واتعملت واتسجلت. لا تعتذر فلقد سرقت من الجفون ريح السعاده والكرى. لا تعتذر فالحب عندي يا حبيبي لا يباع ويشترى. لا تعتذر لي واعتبر حبي إليك دفنته تحت الثرى. قد كان حبي زهرة مثل النسيم إذا سرى. لما رأيتك ها هنا واريت نفسي فيك حتى لا أرى. قد كنت عندي كل أقداري أنا. قد كنت زاد الحب كنت الأنهرا. قد كنت شعري إن رسمت حروفه. قد كنت ظلا في الحياة معطرا. لما عشقتك يا حبيبي لم أكن أدري بأن الحب زاد تجبرا. ما عاد حول القلب ضلع صالح حاولت كسر القلب لا 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 لن يكسرا. الله. عارف يا فندم، الحاجة اللي بتلفت نظري دايما لحن القول أو موسيقى الشعر. نعم. موسيقى الشعر قد تأتي من القوافي بالموازين. أنت مجرد ما قريت الشعر عادي جدا بدون القدرة على الإلقاء، أنت بتحس بالموسيقى الشعر بالسجع وبالمحسنات البديعية الموجودة وغيرها. لكن القدرة على إلقاء الشعر بلحن معين دي مش أي حد ممكن يعملها. ولا إيه رأيك؟ يعني أنا لو قلت لك قصيدة حضرتك اللي كاتبها أنا هحسها زي ما سيادتك بتقولها. والله هي في ناس في الإلقاء، يعني هو الإلقاء لا يعني دعنا حضرتك نقول إن الإلقاء يمثل جانب مهم جدا جدا من جوانب نجاح القصيدة. طبعا الجزء الباقي شاعرية النص
وابداع المؤلف ومشيه على الضوابط، يعني ما كانش ان لم يكن شعرا له وزن عروضي ملتزم، الحقيقه ما تقدرش تحس فيه بالموسيقى خالص. طب هي مشكله كده في النثري، الشعر النثري كده. ما هو الشعر النثري بقى يعني خلينا نقول له اتجاه اخر، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، ولكنه اصبح موجود. يعني بس احنا بنقول وحتى كمان بيعترضوا، يعني في اعتراض على انه هو يقول شعر نثري، لا حتى كمان اتحاد الكتاب دلوقتي يقول لك لا، قول اكتب على الديوان انه ده نصوص نثريه، ما تقولش شعرا. الله، هو كده صح المفروض بصراحه. وبعدين كمان يعني انا يمكن حضرت واقعه، يعني واحده قاعده في الخارج اتقدمت بدواوين وكتبت عليهم ان ده اشعار وكانت نصوص نثريه، قال لهم لا انت ما كتبتيش كذا وانت مش قادره انك انت تقيمي التجربه نفسها، يعني ده نص نثري وليس شعر نثري. عارف اللبس بيحصل فين يا فندم؟ اتفضل. باسلوب الالقاء الشعر النثري. نعم. لو قيل بلحن قول معين او باحساس معين مع وقفات الحقيقه قد تكون غير مقفاه في المقام الاول، يعني هو لكن اسلوب القاء الكلمات النثريه بيديك الاحساس ان في شعر بيقال. نعم. لكن هو مش شعر. ده حقيقي. صح يا فندم، هو نص نثري. نص نثري فعلا، ما هو يعني اتحاد الكتاب بيفرق يقول لك لا قول لي عليه انه نص نثري لما تيجي تقدم لي عشان تاخد العضويه. تمام. ما تقولش ده شعر نثري، ما فيش حاجه اسمها شعر نثري. يعني ايه شعر وايه نثر؟ مش فاهم يعني. بس لكن الا انه اصبح نوع من الاجناس الادبيه الموجوده، بس علينا ان احنا نسميه المسمى الصح بتاعه يعني. طب الاحساس بمعنى القصيده او معنى كلمات القصيده، يعني القصيده عن الغضب غير الشوق غير الحب. طبعا. صح كده يا فندم؟ صح كده. هل قارئ القصيده بنوعها عنده القدره انه هو ايا كان نوعها، سواء كانت غضب او حزن او هجاء او غيره، بيجبره على الالقاء بشكل معين؟ طبعا. يعني انت يعني اتفضل. يعني لو كانت قصيده مثلا تمثل فداء او وداع، مش هيقولها هو مبتسم يعني، او صوته فيه البحه بتاع الضحك او الابتسامه او الفرح يعني. والله يا فندم في الاغاني بيعملوها بتوزيع مقسوم بيعملوها بتوزيع موسيقي راقص كمان يعني، وبالذات الايام دي كمان يعني. ده ما هو ده مش مقياس لنجاح الاغنيه، ما احنا شفنا اغاني ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، يعني ازاي عبد الحليم كان يقول لنا اي دمعه حزن لا مثلا يعني. يقولها ازاي؟ مش اي مطرب يقولها مثلا. يعني لما ام كلثوم تيجي تقول فات الميعاد، نحس ان هو الميعاد فعلا فات وان القصه انتهت خلاص. انما لما تيجي تقول الف ليله وليله بالمزيكا بتاعتها اللي عاملها بليغ حمدي، المزيكا الجميله دي والابداع والرقي وغناء ام كلثوم، تحس ان حاجه جميله يعني. لاي مدى الموسيقى المصاحبه للالقاء الشعري ممكن تكون فعلا بتضيف لي؟ لابد ان هي بتضيف طبعا. الموسيقى يعني شيء جميل جدا جدا وشيء بديع، والموسيقى فعلا الفنان اذا كان مبدع فعلا بيخليها تقول قصص وتقول حاجات، والواحد يقعد يسمو بنفسه في خيال علوي ما لهوش وجود يعني، زي قصيده الشعر. فالموسيقى طبعا فن وابداع، زي ما الشعر فن وابداع. لما بيندمجوا الاثنين مع بعض الاثنين بيعملوا بقى ميكس مع بعض، ده يبقى حاجه جميله جدا طبعا. طبعا. طب اسمح لي يا فندم بعد اذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل يا فندم. اتفضل. أستاذ أحمد مرسي الشاعر الكبير، أهلا وسهلا. عاوز حضرتك تكلمني عن أمسية نوارس الشوق اللي تم تكريمك فيها مؤخرا. كلمني عن هذه الحالة وهذه الواقعة الحقيقة إذا جاز التعبير.
هو الحقيقه يعني الاستاذ امين الصرفي اللي هو مدير النشاط الثقافي والفكري في دار الاوبرا المصريه كان اتصل بيا وقال لي عاوزين ننسق مع بعض عشان نعمل لك امسيه تليق يعني باشعارك وكده، ومتابع جدا يعني. هو كان يقابلني كذا مره ويقول لي انا متابع نشاطك وببص على كل حاجه، بس هو ما عندوش وقت ان هو يعلق والكلام ده يعني الحقيقه. فقلت له ده طبعا شيء يسعدني جدا. فقعدت معاه وبتاع، قال لي هات دواوينك. فالحقيقه قراها وعرضها عندهم لجنه تقريبا او حاجه، فقال لي لا احنا هنعمل لك ليله سهره خاصه بيك انت لوحدك، لان غالبا حتى لما بيجيب شعراء بيبقوا 2 3 او اكتر يعني الحقيقه. فالحقيقه اخذت انا الامسيه منفردا، وعملنا ميكس وجبنا كمان اضافه للاستاذه سميره صلاح اللي هي استاذ الكمان في معهد العالي للموسيقى العربيه. ايوه. جبنا الموسيقار الكبير فاروق سلامه علشان نعمل برضه فواصل موسيقيه. الحقيقه يعني والحاجات اللي اسعدتني جدا يمكن الاستاذه حكمه الشربيني الاعلاميه القديره. الله استاذه قديره طبعا. طبعا. القت لي قصيده الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، قال الملك الحق وأخبر، أنت رسول الله إلينا، أنت الخاتم أنت الأخير، فاشفع فينا يا مولانا، أنت الشافع يوم المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على فالأستاذة حكمة الشربيني الحقيقة طلبت مني القصيدة، بس أنا قالت لي اديني 4 قصائد، فاخترت هذه القصيدة. يمكن أنا عاوز أسمع منك بقى آخر قصيدة. اخر قصيده اقول لك اخر ما تفتق فيه ذهنك. لا مش شرط تكون مطبوعه، مش شرط تكون تم نشرها. هي انا عاوز حاجه اللي انت يعني وانت جاي الصبح النهارده مثلا. تمام. انا عاوز اسمعها منك كمان. ساحه المنفى. ابكي على قدري في ساحه المنفى، والموت في الحب مكتوب لمن عفى. إني عشقت وما في العشق من حرج، وما أرى في الهوى عدلا ولا صرفا. يا عين فابكي على عمر مضى هدرا، والعشق أودى به والحب ما وفى. كل الأماني سراب في مخيلتي، والروح من نسفها مشطورة نصفا. ما عاد في القلب نبض بعدما رحلت جناتنا، والجوى قد أمعن القصفا. جمر شوى مهجتي من كل ناحية، والنار في أضلعي والقلب قد شفى. ما زلت أشكو حنين العاشقين، ولا ألقى سوى غربة قد أصبحت كهفا. هذه شجوني غدت في الصدر جاسمة، أمضي بلا وجهة أستقبل الحتفا. والشوق يسري كما الطوفان يجرفني. كيف السبيل كيف السبيل كيف السبيل إلى ما أشتهي؟ كيف ما زال في القلب نبض من عجائبه، والرأس لا ينحني خوفا ولا زلفا. إن تقطف الورد من أغصانه نضرا، فالورد قد يرتجي من عاشق قطفا. أو تعصر المسك من أعواده عبقا، أرجوك لا تغرسي في أضلعي سيفا. في لعبة الحب لا تستهلكي شغفي، لا تشعل النار في قلب قد استكفى. فامضي بصمت عسى روحي أروضها، لا تعزفي نغما أو تنقري دفا. فكم بنيت صروحا كي نعمرها، بالهجر هدمتها والقلب قد رفى. يا من غدرت بلا ذنب أقارفه، ونبع قلبك من جدواه قد جفا. أغرقتني في الضنا ظلما وتسلية، ذوقي أنين الذي بالنار قد حفا. والله لو جئتني بالبدر بين يدي، ما زادني ذلكم قربا ولا عطفا. كل الأحبة قد جفت مدامعهم، إلا ودمعي جرى نهرا
وما كف. الله الله الله. أشكرك. بس ليه الرغبه في الانتقام دي يا فندم؟ يعني خلاص هي عملت حاجه وغدرت يعني لازم بقى تنتقم منها وتتشفى هي فيها القصه كده يا أحمد، وبعدين هي- ما ينفعش يا هي فندم. القصه كده بقى فين التسامح وفين العاشق اللي بيحب ما بيجرؤش يعني ما طبعا بيحبش، طبعا. ما بيكونش عنده النزعه نقول لك الانتقاميه حاجه دي. دلوقتي فيها تسامح بقى ان شاء الله. والنبي طمني، انا عاوز اطمن عشان يعني هو الطبيعي. لان عاوز انتقل للاغنيه الوطنيه الحقيقه. للحاجه الوطنيه. انا عاوز اشوف احدث ما كتبت في حب الوطن او عن الوطن. اقول لحضرتك وايه محركات الالهام بالنسبه لك؟ هو بس انا عاوز اقول حاجه، هو الكتابه في الوطني بتختلف عن الكتابه في الديني، تختلف عن الكتابه في الرومانسي. انا يمكن كتبت في الديني، ليا بقى في الديني كتير جدا كتير جدا. يعني انا عامل ديوان بالكامل اسمه عطاء السماء في معاني الاسماء، اسماء الله الحسنى. تمام. وده تم اعتماده من الازهر الشريف من سنتين فعلا. من سنتين. ده الديوان ده خد مني سنتين علشان اكتبه، فطبعا ده بياخد مجهود علشان تذاكر وتقرا صفات اسماء الله الحسنى وتجيب مراجع ونسمع الشيخ الشعراوي برضه ده ومعاني الاسماء ومعاني الاسماء والحاجات دي، فطبعا ده خد مجهود. لو الواحد بيكتب ديوان عاطفي مجرد هتجيله الفكره وعنده الالهام وعنده ادواته الشعريه وعنده الموهبه هيبتدي يكتب. الفكره بتجيلك والادوات الشعريه يعني ما فيش شك فيها. تمام. الالهام بيجي لك ازاي؟ الالهام بيجي فكره، لا شك ان هو بيجي فكره، وبعدين تبتدي تلح على الانسان انه عاوز يكتب في الموضوع ده، او يكون موضوع حصل وانت عاوز تكتبه بس تبتديه ازاي، برضه مستني الفكره، مستني الالهام. لابد ان الخطوط تتجمع الاول عشان الواحد يقدر يمسك القلم ويبتدي يكتب. لكن لو مسك القلم وابتدى يكتب والفكره اصلا موجوده خلاص الدنيا. القصيده اللي سيادتك قلت لي قاريها حالا دلوقتي من دقيقه، كانت عملتها امتى يا فندم وكان محركاتها ايه؟ القصيده دي اللي فيها انتقام وبتاع وانا فرحان فيكي وزي ما يحصل. لا هو انا يمكن انا بكتب في الرومانسي بس بميل الى اللون يمكن الحزين شويه. يمكن ديت يعني بالتاكيد في تجربه شخصيه هي اللي بتحرك الاساس. يعني ما هو مش شرط يا احمد بينا احنا نكتب عن التجربه الشخصيه بتاعتنا، امال لازم نكتب على الناس برضه يعني. الثراء في المشاعر بتيجي من تجربه شخصيه. لا ما لان الثراء في المشاعر ما بتجيش من فقط من رصد يعني. ما تزنقناش بقى في الكلام. اتفضل يا فندم، اتفضل. خلينا في القصيده الجميله. وصف مصر بقى. اتفضل يا فندم، اتفضل. وصف مصر. مصر التي كم حار فيها غاصب دوما ستصمد للمكائد والمحن. مصر المساجد والكنائس والهدى تأسو الجراح تذيب أشواك الزمن. ظن الكلاب بأنهم أسد فلا وتكالبوا كالدود في جسم الوطن. يا مصر ذكرك في الكتاب مهابة وسعادة، من ذاك مثلك وابن من. والعار يبقى كالظلام بدربهم ونزفه للخائنين مع الكفن. أين الذين تسللوا بحدودنا وتشدقوا بالدين قد صموا الأذن؟ أين الذين استشهدوا من أجلها؟ هم في رضا الرحمن سرا أو علن. إن الشهيد إذا كشفت لثامه لوجدت طيب المسك عطرا للبدن. إياك أن تحني الجباه لخائن قد ظن أن الأرض حفن من عفن. والحب للأوطان عطر عبادة وهداية شعت إذا ما الليل جن. مصر التي نسج الإله حروفها فغدت نسيما مشرق الوجه الحسن. وحضارة فاقت بهاء يكتلى لا فرق بين جمال ريف أو مدن. قوموا وصلوا واركعوا في عزة فالدين أن تحيا كريما دون من. والأرض تعشق أهلها ما دافعوا عن مجدها عزا وإن عظم الثمن. والمصطفى قد قال في أجنادها للعبد أو للأرض خير من ائتمن. قولي لهم يا مصر إن ترابنا من زعفران طاهر يأبى الفتن. والنيل يجري في الدروب عبيره لا يشتكي وجعا ولا يوما يئن
والخير فيه والجمال بكفه، يبقى كريما في صفاه ولا يضن. يا عاشقا للنيل وابن سماره، لا تحسبن الصخر يبكي أو يحن. والله وصى العالمين بمصرنا، هلك الغزاة كأن شيئا لم يكن. الشاعر الكبير المصري اللي يعني احلى صفه انا احب طبعاً. اقولها لك انك مصري في المقام الاول وشاعر طبعاً. وقيمه أشكرك. وقامه عظيمه الحقيقه. الشاعر الكبير احمد مرسي، انا بشكرك جدا على تشريفك لينا. أشكرك يا ارجوك فندم. استمر في الرساله اللي حضرتك شغال فيها، ما شاء الله. واتصور ان انت باذن الله رب العالمين تارك بصمه في هذا المجال مع الاطفال تحديدا، طبعا. في فكر رائع أحسنت. الحقيقه ريادي متقدم. ارجوك أحسنت. استمر، أحسنت. وبشكرك جدا يا فندم أشكر على حضرتك يا فندم على فنجان القهوة بتاع حضرتك، وإن شاء الله نشوفك على خير بإذن الله. تحياتي يا فندم. تحياتي. شكرا للشاعر الكبير الاستاذ احمد مرسي، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه لفنجان قهوه. ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم.